السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله نعمل وصفة لذيذة وسهلة جدا واي حد ممكن ان هو يعملها. يلا بينا بقى مع بعض. معايا كده زي ما انتوا شايفين فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وممكن لو ما عندكيش احمر واصفر ممكن تكتفي بالاخضر بس هو الاحمر والاصفر بيدي الوان احلى وطعم احلى كمان. قطعناهم مكعبات وبعدين نقطع البصل زي ما انتوا شايفين كده مع بعض مكعبات برضو. وصفة سهلة وسريعة وطعمها لذيذ جدا، صدقوني مش هتندموا لو جربتوها. ومعانا هنا ربع كيلو من السجق، ممكن تزودي يعني الكمية اللي انا عاملاها ديت ممكن انت تضعفيها براحتك. السجق زي ما انتوا شايفين كده احنا برضو بنقطعه مكعبات. عايزة تزودي الكمية عن ما انا عاملة زودي، بس المكونات دي لما نحطها مع بعض بتعمل يعني كمية كويسة نتغدى بيها. بعد كده ما قطعته مكعبات زي ما انتوا شايفين، هنيجي بقى على النار ونحط في الطاسة شوية زيت، واول ما يسخنوا كويس جدا ننزل بالسجق. اديت السجق تقليبة وبعدين نزلت بالبصل برضو اديته تقليبة، ورحت نازلة على طول بالفلفل اللي احنا قطعناه، وتسيبيهم بقى كده ان هما يستووا مع بعض. ما تعليش النار قوي عشان ما يتحرقش منك. وحطيت رشة ملح ورشة فلفل اسمر، وكمان لو عايزة تزودي شطة لو عايزاه يعني طعمه سبايسي. هنيجي بقى دلوقتي سايباه وموطيه عليه النار، وهبتدي ان انا اكسر البيض. ممكن تكتري البيض عن كده او ان انت تقللي، مفيش مشكله برضو. بس هو الربع كيلو حلو ليه الخمس بيضات، يعني الربع كيلو الكميه اللي انا عملتها ديت كانت الخمس بيضات حلوين ليهم. طبعا انا عارفه ان كل حاجه غاليه والبيض غلي وكل حاجه غليت، بس هنعمل ايه يعني. فهي وجبه يعني مش غاليه قوي ومش برضو رخيصه قوي، في المتوسط ممكن اي حد يعملها. بعد ما كسرت البيض كده حطيت بابريكا، معلقة صغيرة بابريكا ونص معلقة صغيرة من الملح، وحطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ولو عايزة تزودي برضو شوية شطة، وتقلبيهم كويس جدا بالمضرب كده، مضرب اليدوي. ودلوقتي السجق معايا والبصل يعني ابتدى ان هو يدخل على سوا، ما بسويهوش سوا كامل، هو يكمل السوا بتاعه. بس كده قلبت البيض وحطيت السجق والبصل والفلفل. في الوقت دوت انا سايبه الفرن بتاعي يسخن عشان ادخل فيه بقى الطبق اللذيذ دوت. باجي بقى في صينيه كده ممسوحه من الزيت، واحط كل الخلطه الجميله اللي احنا عملناها ديت نحطها في الفرن. هدخله في الفرن 10 دقايق بس كده ان هو يتشمع، وهوريكم شكله هيبقى ازاي واقول لكم الخطوه اللي بعد كده. زي ما انتوا شايفين يا دوب كده ان هو لسه ما كملش برضو السوا بتاعه، بس اتشمع كده البيض، تحس ان هو شد كده. فابتدي بقى في الخطوه ديت، لو مش عايزه برضو تحطي جبنه موتزاريلا بس بتديها طعم احلى كمان. فحطيت عليه الجبنه الموتزاريلا ودخلتها برضو الفرن، كمل السوا بتاعه وخدت وش كده خفيف وطعمه حلو. طبعا الجبنه مع السجق مع الفلفل عاملين ميكس مع بعض تحفه وطعمه حلو جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم دي صينيه اسمها، انا عايزه اطلق عليها صينيه السعاده، طعمها حلو جدا. بالهنا والشفا تقدروا ان انتوا تتغدوا بيها. بس كده، وهي دي كانت وصفتنا النهارده، وصفه حلوه جدا ولذيذه. يا ريت لو جربتوها. ما تنسونيش كده برأيكم في التعليقات، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.